بسم الله الرحمن الرحيم. أقول مبروك ولكل أهلاوي، ألف ألف مليون مبروك. الحفاظ على الصدارة، الحمد لله، اللهم لك الحمد. أنا ما أقول الفوز، نقول الحفاظ على الصدارة، محافظين على الصدارة. طبعا تعثر الهلال أنا والله ما يعنيني، بالنسبة لي أنا ما يعنيني. اللي يعنيني إنه مباراة الهلال والأهلي إنه يكون الأهلي فيها طرف فايز، وإن شاء الله يكون فايز. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أبغى أوصل رسالة مهمة لإعلامي معروف وصديقي وعزيزي وأستاذي في نفس الوقت، والله العظيم أستاذي، ما أبغى أذكر اسمه. أتمنى أنه يراجع حساباته في الأيام الأخيرة. يتكلم على الأهلي كثير وتكلم على الهلال كثير، وساب ناديه وتفرغ لنادي الأهلي والهلال. الأهلي ما بياخذ الدوري، الهلال مدري إيش أنت سبت العالم كلها وسبت ناديك اللي هو يحتاجك الآن. انت بالمفروض الان في المدرج. والله العظيم انا اليوم اول مره اشوف جمهور الاتحاد لم يصل عددهم حتى 900، ما كمل 1000 ما كمل. هذه مصيبه والله. الاهلي في اسوأ حالاته، الاهلي ما حصل له هذا الدروب في الجمهور. ما عمره يعني حضر له جمهور بهذا العدد. لكن الاتحاد في الجوهره يحضر 900 شخص، والله مصيبه. حتى جمهور الشباب مو كذا. النقطة الثانية، تقول إن مباراة الأهلي والاتحاد بعد ما فاز الأهلي على الاتحاد 4، تقول إن المباراة مبيوعة. معك خبر؟ ذي قوية، أقسم بالله العظيم إنها قوية. الأهلي والاتحاد المباراة مبيوعة، معك خبر وتصرح وفي تويتر وكلام ثاني. طيب اليوم مباراة الهلال والشباب مبيوعة صح؟ لا أقول مبيوعة، أسألك بالله تقول بشوف تصريحك أنا، أسمعها ورد علي إذا كان المباراة مبيوعة ولا لا. ما بذكر اسمك، أنت عارفني، وما أبغى أذكر اسمك عشان ما تكرهني، والله العظيم ما تكرهني تقول عباس سماع بي وعباس. لكن أتمنى يكون ردك حتى لي في الخاص واعتذارك، لأنك زودتها. والله العظيم مكنت الأهلي طحالب، الأهلي ضفادع، الأهلي ضفادع وأنتم نمور، وفي الأخير الضفدع أكل النمر. وسلامتكم إن شاء الله فالكم الدوري. الله يجزاك.